اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت في الجدول ده. عرفنا أي سيكنس موجود معانا في التست كوبون، هنعرف نأهل السيكنس اوف بيز ميتال كواليفايد بتاعه، وهنعرف الحدود المينيمم والماكسيمم بتاعتنا. بس احنا النهاردة جايين نتكلم في نقطة تانية لا تقل أهمية عن الرينج اوف سيكنس كواليفايد. ايه هي التي ديبوزيت. قلنا التي سمول دي هي عبارة عن التي ديبوزيت أو سمك تخانة اللحام اللي انت بتسيحه. بمعنى ايه؟ لو انا زي ما هو موجود في الصورة دي عند عينة 20 ملي، وحبيت العينة دي ألحمها بطريقة فيها كومباينيشن ما بين الجتاو والسماو، هغرز أرجون وهملة وأكمل كهرباء. ودي طريقة مشهورة جدا 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 في الموقع أو في الورشة. السؤال هنا هي كل طريقة هتأهلني لفين؟ فبكي ار زي ده لما انت تيجي تعمل تيست كوبون على عينة 20 ملي، غرستها جتاو 4 ملي وكملت سماو 16 ملي، ليها تفصيلة. ايه تفصيلتها؟ في قلب الكود هنا لما نيجي ندور هي فين ال20 ملي، هنلاقيها ما بين ال19 وال38، يعني في الصف ده. في الصف ده يبقى هي بتأهلنا الرينج اوف بيز ميتال من 5 ل2 تي، يعني من 5 ل40. انا جايه لي حته 38، يبقى انا في الرينج اوف سيكنس اقدر الحمها. طيب تعالى كده بص على التي سمول دي. قالك لو انت اثناء ما كنت بتعمل بي كيو ار كانت التي سمول بتاعتك اقل من 19 ملي، يعني التي ديبوزيت اقل من 19 ملي، تأهلك ان انت تلحم 2 تي، 2 تي سمول. يعني في المثال بتاعنا احنا لحمنا سماو 16 ملي، ده يخليني ألحم ماكسيموم 32 ملي من 38 ملي دول. فبالتالي لو انا عايز الحمها كلها سماو مش هينفع، غلط. ليه؟ لانه وانا بعمل البي كيو ار كنت مأهل على 16 ملي، اللي هو هنا في التيبل اقل من 19، وده بيأهلني ل2 تي سمول. شوف يا باشا انت عملت ديبوزيت كام واضربه في 2. يعني مش بتأهلني زي السكنس اضرب في 2 من التخانة، يعني اضرب في 2 في 20. قالك لا. لو انا بس كنت زودت رقمين او 3 ارقام، لو انا كنت اهلت على 19، كان ده يسمح لي ان انا الحم لحد 40 ملي، انما ده مش موجود في المثال بتاعنا.